ايام الكليه كان عندنا دكتوره مسلمه، بس للاسف ما كانتش محجبه، واحنا عندنا مسلمه تبقى محجبه مش مسلمه تبقى مش محجبه، فدي كانت حاجه شاذه وحاجه غريبه جدا. الدكتوره دي كنا كل لما ندخل عليها المكتب نلاقيها يا اما بتقرا قران يا اما بتصلي يا اما بتعمل اي طاعه لربنا عز وجل. هي ما تبقاش متعمده خالص انها تظهر ده، بس احنا كنا بنشوف ده بعينينا، وبصراحه كنا مستغربين انت منين مش محجبه ومنين على طول في طاعه بالشكل ده. ده غير مواقفها الجدعه جدا مع الطلبه، فكانت حاجه بصراحه ملفته للنظر، وعلى طول كنا بندعي لها ربنا يهديها للحجاب. اعرف واحد تاني ما شاء الله محافظ على صلاته بشكل جميل جدا، بس للاسف بيتعامل بالربا. واحد تاني اعرفه بيصلي وبيعمل طاعات كتير قوي، بس للاسف بيبص على الستات وهو في الشارع. وامثله من دي كتير قوي، لو قعدت احكي لك عليها مش هنخلص. المهم انا بقول لك كل ده ليه؟ بقول لك كل ده علشان افهمك ان فعل الطاعه ممكن يكون سهل جدا، انما ترك المعصيه بيبقى صعب قوي. تكلم واحد عن فضل قيام الليل وعن القران ممكن يقعد سنه يقيم الليل ومحافظ على ورد القران 100 انما للاسف مستمر على الاباحيات، مستمر على العاده الخبيثه. علشان كده ربنا عز وجل قال ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كريم. مش بقلل ابدا من فعل الطاعه، لان الحسنات بتذهب السيئات زي ما ربنا عز وجل قال، بس يا صديقي زي ما ربنا عز وجل امرك بفعل طاعه فهو نهاك عن فعل معصيه، واستمرارك على فعل المعصيه ممكن يحرمك من الطاعه. علشان ما اطولش عليك استمر زي ما انت في الطاعه، بس خلي بالك من المعاصي اللي ربنا عز وجل نهاك عنها. اللي امرك هو ربنا واللي نهاك برضه هو ربنا. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك.